في مقولة بتقول ما تتعودش على الحزن اللي هيتعود عليك، تجاهله هيتجاهلك. اللي هو ما تركزش على المشكلة، ركز على الحل. بص لنص الكوباية المليان، ما تبصش لنص الكوباية الفاضي. شوف انت معاك ايه تقدر توصل بيه للي انت عايزه وتكمل بيه اللي ناقصك. حرفيا كل قفل ليه مفتاح، كل مشكلة وليها حل. كل اللي عليك دور على المفتاح. ربنا في القرآن قالها صراحة: انا مش هغيرك ولا هغير لك الواقع الا لما انت تتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا مش هغير لك حالك إلا لما تغير اللي في نفسك. بص دقة الوصف، التغيير بيبدأ من القلب. أول حاجة ربنا بيطلع عليها هي قلبك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لقيت خير في قلبك هديك خير. لازم تغير طريقة تفكيرك، لازم تغير نظرتك، لازم تغير المعتقدات اللي أنت بتؤمن بيها لحد ما توافق المعتقدات اللي اتذكرت في القرآن. دايما ربنا بيقولك إن الخطوة الأولى منك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. دايما بتبدأ منك. وبرضه وأدخلناهم في رحمتنا. ليه؟ إنهم من الصالحين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، اللي هو حققنا له أمنيته. ليه برضه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. حتى في استجابة الدعاء ربنا بيقول لك: فليستجيبوا لي. عايزني استجيب لك؟ استجيب لي. الاستجابة متوقفة على استجابتك انت. دايما ربنا بيرشدنا ان الخطوة الأولى منك. امتى ربنا هيستجيب؟ لما انت تستجيب. هيغيرك ويغير لك الواقع امتى؟ لما انت تتغير. هيجعل لك مخرج امتى؟ لما انت تتقي. والمفتاح اللي هيفتح لك كل اقفالك عشان ما تدورش كتير موجود في القرآن. فلازم نبدأ ان احنا نتدبر في القرآن، ودي الرسالة اللي ربنا وجهها للكل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. دي رسالة موجهة للتدبر، اللي هو بتاخد الخطوة بتساعد نفسك، هتلاقي ربنا بيساعدك. طب مش عارف تتدبر، اتعلم. مش عارف تتعلم، اسمع لحد تدبر القرآن، ولكن خد حذرك لأن في ناس كتير عندها فهم خاطئ في الدين. ولكن برضه هنا أنت بتساعد نفسك وبتاخد الخطوة، هتلاقي ربنا بيساعدك. ما تركزش على المشكلة، بل نقعد ندور لها على حلول. ما يبقاش ربنا مديك اختيارات في ايدك ومش عايز تستخدمها. كل انسان ربنا مديله حاجه انه لو استخدمها هتخرجه من اي مشكله هو فيها وهتوصله اللي هو عايزه. بشرط واحد ان هو يستخدمها. زي قصه الجدار اللي اتذكرت في سوره الكهف، لما سيدنا الخضر وسيدنا موسى بنوا جدار. ربنا بيقول ان في كنز في المكان ده شايله الاولاد لما يكبروا. طيب الولاد دلوقتي كبروا ولقوا الكنز، بس ما رضيوش يستخدموه، قرروا ان هم يحتفظوا بيه. دلوقتي هنقول عليهم ايه؟ انهم ظالمين لنفسهم، لان ربنا اداهم اختيارات في ايديهم مش عايزين يستخدموها. ما يبقاش ربنا مديك اختيارات وانت مصمم: انا مش هاخد بيها، انا مش هضحي بحاجه، انا مش هخسر حاجه. انت لو بتلعب شطرنج مستحيل تكسب الا لما تخسر قطع كتير جدا. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لقى اعداء كبير قوي من قريش، امر بالهجره، امر الصحابه بالهجره، وبعد كده هاجر هو وسيدنا ابو بكر. ما يبقاش ربنا مديك اختيارات وانت مصمم: انا مش هاخد بيها، ما ينفعش اضحي بحاجه، ما ينفعش اخسر حاجه. سيدنا موسى وقومه ربنا قال له هاجروا، اهل الكهف لقوا مشاكل هاجروا. طب اللي لقى مشاكل وما اتحركش، ما رضيش يضحي بحاجه، ما رضيش يستخدم الخيارات اللي في ايده، ربنا وصفهم بانهم ظلموا نفسهم، عرض نفسه للشقاء. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. قرروا ما يضحوش باي حاجه، قرروا يحتفظوا بالكنز، قرروا ما يستخدموش الخيارات اللي ربنا اداها لهم في ايديهم. دي المنطقه اللي اتولدت فيها، ده المكان اللي انا بحبه، ده البيت اللي بستريح فيه. ولكن في مشاكل. الملائكه جت قالت لهم ايه؟ الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. هو ارض ربنا ما كانتش واسعه تروح كده ولا كده؟ انت فاكر ان هي كانت سهله على النبي ان هو يسيب مكه؟ كانت سهله على الصحابه. سيبك من ان تجارتهم هناك، اتولدوا هناك، بيحبوا مكه، الكعبه هناك. فلازم تاخد بالخيارات اللي في ايدك وما تظلمش نفسك وما تعرضش نفسك للشقاء. ونفس الكلام للي ظلموا نفسهم، الملائكه قالت لهم ما تحركتوش ليه؟ ارض ربنا كانت واسعه. اللي مستني استجابه ربنا، انت ما استجبتش لربنا ليه؟ اللي مستني ربنا يغير له الحال، ما غيرتش اللي في نفسك ليه؟ اللي مستني ربنا يجعل له مخرج، ما اتقتش ربنا ليه؟ مستني ايه؟ انت انسان مخير، ولازم الخطوه الاولى منك. ربنا مش بيساعد الا اللي بيساعد نفسه. عمال تشتكي للدنيا كلها في مشاكل في مشاكل، خلاص عرفنا. ايه رايك نبطل شكوى ونبدا ندور على حلول؟ كل يوم تقول لحد شكل ان الميه بتسرب عندي في الشقه. يا اخي خلاص بطل شكوى، يلا نحلها، الشقه هتغرق. كل ما تحل الموضوع اسرع كل ما كان الضرر اقل. اغلبيه النوعيه دي من الناس لما بتديهم حلول عمليه ما بيرضوش يعملوها، لما بيلاقوا ان في تضحيه، في حاجات هيخسروها، يقول لك لا. لدرجه ان ربنا قال في القران: وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ربنا ما بيظلمش حد، انت اللي بتظلم نفسك. لما يبقى في ايدك حل ومش عايز تعمله يبقى انت اللي ظالم نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللي بيحاول بس اللي بنساعده. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: عيش كانك هتعيش للابد، بس كانك هتموت بكره. فاذا انت لو عشت للابد انت مظبط امور دنيتك، ولكن لو مت بكره انت مظبط امور اخرتك. فغياب الدين والفهم الخاطئ للدين هو سبب كل المشاكل، والفهم الخاطئ اخطر. بدل ما انت رايح لعنان السماء رحت لقاع الارض. ربنا بيحتفل بنزول القران كل سنه مش من فراغ. ربنا بيقول لك الحل في القران، سيدنا النبي بيقول لك الحل في القران. ربنا اتكلم في القرآن عن كل حاجة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. عايز تبقى غني اعمل كذا، عايز تدخل الجنة اعمل كذا، عايز ترتاح في دنيتك اعمل كذا. ولكن عشان تفهم الكلام ده لازم تتدبر. اللي ظبط الدين بيلاقي حياته بتتظبط لوحدها. ربنا وعد بكده، بيسبب الاسباب وهتلاقيها بتحصل، بل هتلاقي حاجة بتشدك للاسباب دي، ومش هتعرف تمنع الفرج لان خلاص ربنا اذن. زي ما انت ما بتعرفش تمنع البلاء لان برضه خلاص ربنا اذن. فكله على حسب اختياراتك. ربنا ساب لك مطلق حرية الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن النتيجة انت مش متحكم فيها، ولكنها مترتبة على اختياراتك.
يا اما ربنا هيسرك لليسرى يا اما هيسرك للعسرى، وكل اللي هو طلبه منك حقق شروط الاسلام وامن باللي اتقال في القران وابعد عن الحد الادنى اللي هو الكبائر. هيديك كل حاجه، وما تقولش ازاي، زي ما انت ما قلتش للعقل المفروض ان انت تستخدمه اتعمل ازاي، زي ما انت ما قلتش ان المطره دي اتعملت ازاي، بتنزل ازاي. ربنا قال لك ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. هل قال لك اجعل لك مخرج ازاي؟ مش بتاعتك انت، بس عليك ان انت تتقي وانا هعمل لك اللي انا وعدتك بيه. هيحصل غصب عنك، لو اتغيرت هغير لك كل حاجه. طب ازاي؟ مش بتاعتك انت، بس عليك ان انت تتغير وتعمل اللي عليك، ربنا هيعمل لك اللي هو وعدك بيه. خلينا نركز على الكلام اللي يطلع لقدام مش يرجع لورا، ركز على الحل مش على المشكله، وكل مشاكلك حلها في القران. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، ما يبقاش في ايدك حل وما تعملوش حل تعيش حياه كريمه، انك تبقى سعيد في حياتك، ان انت تدخل الجنه في الاخره. لما ما بتسمعش كلام ربنا وصفهم بانهم ظلموا نفسهم، هيهلكوا نفسهم في الدنيا والاخره. الرزق في ايده، كل حاجه في ايده، مفيش مصدر تاني. وربنا بيوضح لنا ان المشكله فيك انت، كل الايات بتقول كده، فبما كسبت ايديكم من عند انفسكم فمن نفسك. المشكله مش في المجتمع، مش في اهلك، مش في حد، فيك انت بالظبط. كل واحد في لجنه امتحان، اللي جنبك حل غلط مش بتاعتك، اللي جنبك حل صح برضه مش بتاعتك، انت هتتحاسب على اللي في ورقتك انت بس، وهتلاقي نتيجه من ربنا على حسب اجابتك انت. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، كل واحد عليه نفسه، مالكش دعوه بحد. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. اللي جنبك حل صح حل غلط مش بتاعتك، مش هتتحاسب عليه ومش هيضرك. لو انت نجحت والكل فشل هيخرجك من وسطهم وهيجعل لك انت مخرج. الاب والام الصالحين اللي اتذكروا في سوره الكهف، ربنا بنفسه بيقول ان هم نجحوا وحققوا الشروط ووصلوا لدرجه التقوى. كان عندهم ابن ربنا بيقول ان لو كبر كان هيكفرهم، وربنا وعد المتقي ان هو دايما في مخرج، فصرفوا عنهم عشان ما يعيشوش في شقاء، لانه وعد ان دول هيبقوا في مخرج، وابدلهم بولد تاني بيرهم وما يعيشهمش في شقاء. انت فاكر ان الحل ان غيرك هو اللي يتغير؟ العكس تماما، الحل ان انت اللي تتغير. ان اتغيرت هتلاقي الاسباب بتتهيأ عشان تخرجك من اللي انت فيه. الكون واخد امر من ربنا، نفذوا له الوعد مهما كانت المعطيات اللي قدامك، مهما كان ان مفيش اسباب، مفيش ذره امل. لو انت في بطن الحوت هيوجد لك اسباب. الرزق في ايد ربنا، وربنا اللي بيهيئ اسبابه. الكون ده ربنا اللي خلقه، كلنا عباد ليه. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. بص سهولة الأمر ربنا بيوضحها لك. أنا بقول كن بس، ربنا بيدي الكون أمر، حققوا له الوعد اللي أنا وعدته له. مفيش ذرة في الكون تقدر تكسر له أمر. يوم القيامة هتكتشف كل ده، وهنكشف الغطاء عن عينك، وهتعرف إن كل اللي اتقال في القرآن حق. فاللي بيؤمن دلوقتي بيريح نفسه وربنا بيكافئه. لما بتهتم بامور دينك انت كده بتساعد نفسك، ولما بتهتم بامور دنيتك برضه بتساعد نفسك. يعني تلاقي حد عنده نقص الحديد في جسمه فيجي له انيميا ويبقى عنده تعب ويجي له اعراض، يسال الناس يقولوا له انت مسحور ومحسود، هو ما فيهوش حاجه. انت لو بس دخلت عنصر الحديد في الاكل او في المكمل هتلاقي كل ده اختفى. وده اللي الشيطان بيحاول يعمله، تاكل حاجه او تشرب حاجه تنقص في جسمك فتتعب، يجي هنا ويجيب لك افكار غريبه زي الخمر بالظبط. ربنا قال لنا ان ده من فعل الشيطان، عايزك تشرب عشان عقلك يغيب، يقول لك اشرب عشان تنسى همومك ومش عارف ايه، فينسى همومه فعلا بس ينسى ربنا، ينسى كل حاجه. فربنا دايما في كلامه بيقول لك اهتم بنفسك وصحتك ونفسيتك، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. بيقول لك ان اللي بيساعد نفسه ربنا بيساعده، ولازم اول حاجه تساعد نفسك بيها هي الدين. فغياب الدين بيؤدي لكل المشاكل. انما اللي ظبط امور دينه، مع انه انسان مخير ولكن في اختياراته دايما بينشئ من اول مره، كل اختياراته صح، يبقى قدامه 8 طرق مش عارف يمشي في انهي واحد فيهم، هو دايما بيستخير ربنا من اول مره. خلاص انت بقيت في عنايه ربنا. فاللي هو ما قراش القران حجته انا ما اعرفش، طب اللي قرا وراح في داهيه دي مصيبه ثالثه. ده حتى انت لما بتاكل نفسك اكله انت بتحبها ولا حاجه بتاخد حسنات على كده، بتتصدق على نفسك. تهتم بمظهرك بنفسيتك، بتعز نفسك، بتهتم بامور دينك، انت بتقي نفسك النار والشقاء في الدنيا، وبتاخد على ده حسنات. ربنا دايما بيقول لك ابدا بنفسك، سيدنا النبي بيقول لك ابدا بنفسك، واعرف ان اللي بيساعد نفسه ربنا بيساعده. خد الخطوه ووفر على نفسك الشقاء في الدنيا وفي الاخره.